اهلا بيكم في بوابة العوالم الخفية. انا مش عارفة وصلت لك ازاي، بس متأكدة انك جيت هنا علشان تسمع رسالة مخصصة ليك. يمكن دي اول مرة تشوفني، بس متأكدة مش اول مرة تغطي تلمسك. لو حسيت انك متلخبط او في شي بيحصل من ورا ظهرك، خلي الورق يجاوب. النهاردة هناخد 3 كروت، وكل كارت الفقرة الاولى هديكم المعنى بتاعه العام. الفقرة التانية هديك رسالتك من خلال الكارت اللي انت اخترته. فعندي هنا 3 أحجار، الرمادي والبينك والأخضر. هتختار المجموعة الأولى الرمادي، المجموعة الثانية البينك، أو لا، الرسالة الأولى الرمادي، الرسالة الثانية البينك، والرسالة الثالثة الخضراء. أو بعد ما تسمع رسالتك، أو بعد ما تسمع الشرح، استنى رسالتك. اول حاجة هنعملها دلوقتي هنفنط الورق، وهحط 3 ورقات، وانت او انتي خدي وقتك الكافي اختاري فيه ورقة. حسي بالورقة اللي انت عايزة تختاريها، اسمعي رسالتك. ما لقيتيش نفسك فيها، شوفي اللي بعدها، ممكن تلاقي رسالة ليكي. اوكي، رسالة قصيرة ومعناها ان شاء الله يعجبكم. خدي نفس عميق وحطي بالك حاجة عايزة تعرفي عنها النهاردة. بما انه الصبح عندكم، انا هحط الفيديو بالليل عندي، الصبح عندكم. ف هنفرق الورق 3 مجموعات، 3 كروت بالظبط. وكل كارت دي الرمادي، دي البينك، ودي الاخضر. وخير الكلام ما قل ودل. لو رسالتك في ورقة ممكن توصل لك في مليون ورقة، وممكن ما توصلكيش. خدي نفس، اسألي الورق سؤال في بالك، وبعدين اختاري الرقم 1 أو 2 أو 3. وفي آخر فيديو هقرألك رسالتك اللي مستنياكي. خدي وقتك. هنشوف الورقة لو مش عارفة تختاري، عيدي الفيديو من الأول، ولا أقولك خلي الورق يختارك. الرسالة الأولى، تانية، تالتة، انت اسمعي وشوف الورق هيقولك ايه. الرسالة الأولى القمر. القمر ده مش نور، ده وهم النور. يعني مش نور، مش شمس، ده قمر. ده هو يعني مش أصل النور. الشمس هي أصل النور، بس القمر بيستمد نوره من الشمس، صح؟ زي ما احنا درسنا زمان، أو زي ما هو معروف عليه. فالقمر ده مش أصل النور، ده وهم النور. في حاجات بتبلك. دي معنى الكارت، اوكي؟ دي مش رسالتك، دي معنى الكارت. لو لقيتي فيها رسالتك اهلا وسهلا. فالقمر ده بيقولك انه في حاجات بتبان بس مش حقيقية. في ناس حوالين منك لابسين قناع، وطاقتك بتحاول تصرخ وتقولك فوقي. حاسس انك تعبت وانك في حيرة. القمر جاي يقولك انت مش مجنون، انت شفاف. وده وقت تمشي لوحدك شوية، تمشي في الضلمة، بس إحساسك مش، لا يعني إحساسك أقولك، مش دايما إحنا بنشوف الحاجة علشان نحسها.
خلي قلبك اللي يحس مش عينيك. دي الورقة الأولى. الورقة التانية البرج. الناس بتخاف من البرج ده. بصوا على شكله. أنا هديكم رمزية البرج. شوفوا الانهيار هنا، شوفوا النار طالعة، شوفوا الناس بترمي نفسها من فوق زي انه حصل في انفجار. شوفوا الكارت كويس، يعني في انهيار، في انفجار، في ناس بترمي نفسها. فالناس بتخاف قوي من البرج ده. لما يطلع لك البرج ده او الورقة دي، الناس ما بتتفائلش بيها، بس احيانا اللي انت فيه مش بيت، ده السجن. يعني ده مش امان. يعني واحد يخاف انه يغير او انه يحطم اللي هو فيه علشان يبتدي من تاني، ده مش امان. ده انت حابس نفسك في حاجة، مثلا علاقة، مثلا شغل. فمن الأحسن إنك تشوف الأمان ده هو لصالحك ولا وجعك، ولا هو مقيد حريتك. البرج ده بيهدم اللي كان بيوجعك من قبل كده، أو للحاجات اللي انت هي انت موجوع، بس انت مش عارف انه ده هو أساس الوجع. في ناس كتير قوي بتعيش في علاقة توكسيك وبفكرة انه اوكي انا عشان هو بيصرف عليا، او عشان هو جوزي مش عايزة اتطلق، او هو اصله بيديني شوية حب او يديني شوية اهتمام، فده الامان. لا، ممكن لو انتي كسرتي العلاقة دي او سبتي العلاقة دي، هتبتدي من الاول مع شخص نظيف وشخص يستهلك. اوكي. طيب لو انت حاسس ان الدنيا بتتهد فوق دماغك، ما تخافش، ده ترتيب الهي علشان تعيد بناء نفسك. ده مش انهيار، ده بدايتك الجديدة من أول السطر. هو ده رسالة البرج دي. طيب دي الحجر البينك أو الوردي. نشوف دلوقتي معنى الكارت الثالث، The Empress، الإمبراطورة. معناها الأنوثة، الخصوبة، الوفرة. بصوا، شوفوا المية نازلة من تحت رجليها ازاي، قاعدة حاطة تاج، شايلة صولجان، في غابة، في شلال، في مية، في أنوثة، في حب، يعني في زرع. شفتم الكارت ده كويس؟ شوفوا الرموز اللي هي فيه دي. رمز الخصوبة. الوردة دي رمز الخصوبة. فدي الأنوثة، الخصوبة والوفرة. الرسالة هنا، انتي نسيتي مين انتي. مش يعني هو رسالة الكارت ده بتقول انتي نسيتي مين انتي، نسيتي تحبي نفسك، توقفي تتنفسي. عارفة لما تبصي في المراية وتحسي انك اختفيتي، الامبراطورة جاي تذكرك انت الاصل والباقي انعكاس ليكي. مش لازم حد يحبك، كفاية انك تفتكري انت مين. كفاية انك تحبي نفسك وتفتكري انت مين بالظبط. طيب نشوفوا دلوقتي انت اخترتي اي كارت فيهم، والرسالة دي ليكي انتي، مش معاني الكروت. دي الرسالة اللي انتي مستنياها، اللي انتي حاساها، اللي انتي محتاجاها النهاردة. مستعدة؟ الكارت الأول، في شيء مستخبي، مش كل اللي بتسمعيه حقيقي. إحساسك أقوى من أي منطق دلوقتي. اتبعي حسك حتى لو كل اللي حواليكي بيقول العكس. اتبعي قلبك واتبعي اللي انتي حاساه، حتى اللي حواليكي الناس اللي جنبك بتقولك انتي غلطانة، فلا، الإحساسك هو الصح. كلمة واحدة بس، خليكي صاحية. في شخص هيظهر بس مش هو اللي باين عليه. فهمتي؟ في حد لابس قناع، ممكن يكون لابس قناع الطيبة بس هو ذئب بشري، ممكن يكون لابس قناع القسوة
بس هو جواه طيب. بس خدي بالك، احترسي في حاجة أو في شخص بينافقك، في شخص مش هو زي ما انت فاكرة. اللي اختاروا البطاقة التانية، أولاد الثور، البرج بيقولك اللي بتخسره دلوقتي ربنا بيشيله من طريقك بالعافية. في طاقة قديمة بتطاردك علشان مساحة جديدة تتخلق، ده ولادة جديدة. أنا عارفة إنه الألم ده مش في ألم، أوكي، بس صدقيني هتشكريني بعدين. ما تخافيش من البدايات وإنك تنهي العلاقة وبتبتدي من تاني. أنا مش بس علاقة، أنا بقولك شغل، أي حاجة انت حاساها أمانك ممكن يكون ده مش أمان. ما تخافيش إنك تنهي، وهتبتدي من تاني وهتكوني أحسن وأقوى. الورقة الثالثة The Empress. رجوعك لنفسك هيعيد توازنك. خدي بالك من طاقتك، من جسمك ومن روحك. في شيء جديد جاي بس محتاجة تكوني مستعدة له. حاسة انك نسيتي نفسك؟ تعالي نرجعها مع بعض خطوة بخطوة. رسالة بسيطة وقصيرة وإن شاء الله تكون ليها معنى عندكم. الورق خلص بس الرسالة لسه ما خلصتش. الفيديو الجاي هيكون رسائل تانية. لو حسيتي ان الكلام ده اللي جاي ليكي يبقى انتي بتتفرجي، انتي الرسالة، مش بس بتشوفي فيديو خلاص. الرسالة دي ليكي ومنكي، خديها بقلبك. طيب اقول لكم، اكتبوا لي تعليق انتي اخترتي اي رسالة فيهم ولمستك قد ايه، وخليني اعرف بجد انتي حسيتي بالبطاقة دي ولا لا، لمستك ولا لا. شكرا لكم. لو وصلتوا لحد هنا وعجبتكم الرسالة دوسوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان لما احط فيديوهات جديدة ولو عجبتكم توصل لكم. ولو عجبكم الفيديو شاركوه مع اصحابكم، مع ناس حاسين انهم محتاجين يسمعوا الرسائل دي. شكرا.